الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. شكى رجل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ظلم الحجاج وما يلقونه منه، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن من سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه ومن رحمته أن يجعل مع كل عسر يسرا. في آخر الزمان تكثر الفتن والبلايا، ولكن يجعل الله سبحانه وتعالى مع كل ذلك يسرا. رؤية اليوم تتحدث عن علامة من علامات آخر الزمان، إحدى العلامات الكبرى، وإن كان يظهر في الرؤية أنها يأجوج ومأجوج، ولكن لا تدل على يأجوج ومأجوج، وإنما تؤدي معنى آخر وعلامة أخرى سنعرف ما هي. قبل أن نقول الرؤية نقول نقلا عن أخو الرائية أنها لا علم لها بما يعرف بعلوم آخر الزمان، ولا تعرف الكثير عن علامات الساعة، وهذا دليل صدق هذه الرؤية. لكن لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية بالتحديد؟ لعل بسبب معنى اسمها، لأن اسمها فوزية. كذلك لعل السبب الثاني لأنها على الفطرة الصحيحة السوية، وهذا ما يظهر من خلال أحداث الرؤية، يبدو أنها كذلك على الفطرة، والله أعلى وأعلم. اختار الله سبحانه وتعالى يوحي إليها هذه الرؤيا المبشرة لتصل إلى من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده أن تصل إليه. تقول: رأيت كأني مع زوجي في مكان واسع، ويوجد بين الناس خلاف شديد بسبب ارتفاع أجرة الميكروباص. ثم نظرت في السماء فرأت طاقة من النور، في داخل هذه الطاقة خطوط متقطعة وبها رحم امرأة، يظهر جدا أنه رحم امرأة، يوجد داخل هذا الرحم جنين كبير مكتمل الجسد. فبدأت تصرخ وتقول للناس: لا تختلفوا، لا إله إلا الله الذي سيقتل يأجوج ومأجوج قد ولد. وكررت هذا النداء وتقول: لا تختلفوا، لا إله إلا الله الذي سيقاتل يأجوج ومأجوج قد ولد. في هذه الأثناء نظرت فلم تجد زوجها، وجدته ذهب وحزين ويبكي لأنه علم بخبر وفاة صديقه مدحت. فلما كررت النداء على الناس نظر الناس إلى السماء فرأوا ما رأت، وانتهت الرؤيا. طبعا اسم الرؤيا فوزية، من الفوز أن من يتبع هذا النداء بإذن الله سيكون من الفائزين. وبدأت الرؤيا باختلاف شديد بين الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويقسم المال صحاحا، يعني بالعدل وبالسوية بين الناس، ويرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء. واكتمالا لهذا المعنى، لو لاحظنا في بداية الرؤيا كان الخلاف الشديد بين الناس بسبب ارتفاع الأجرة. ارتفاع الأجرة معناه غلاء المعيشة، صعوبة الحياة، وهذا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يبعث فيقسم المال صحاحا، يعني يكثر المال على يديه ويستغني الناس في عهده من بعد فقر. لماذا رأت الرحم في السماء ولم تراه في أي مكان آخر؟ لأن السماء ملك الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، ليست ملكا لأحد من الخلق. وهذا الأمر أمر المهدي وأمر عام على الكرة الأرضية كلها، لا يختص بشخص بعينه ولا فئة محددة من الناس. كذلك السماء منها الرحمة ومنها العذاب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا الأمر وأمر المهدي يأتي رحمة للمؤمنين وعذاب وهلاك على غيرهم. ومن الرحم يشتق الرحمة لأنه رحمة للمؤمنين في وقت صعب. لماذا سمته بلا إله إلا الله؟ هذه التسمية دليل صدق الرؤية وصدق الرؤية، لأن هذه التسمية ليست من الرؤية ولا علم لها بها ولا تعلم عن أي شيء تدل، ولكن هي وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليها داخل الرؤية، أن تقول أنه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والمهدي بإذن الله يجمع الناس على كلمة التوحيد. لذلك من أسباب التسمية ومن الحكمة في التسمية أنها كلمة التقوى. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة عن كلمة التقوى:
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. في هذه الآية تتحدث عن وقت يفصل فيه الله سبحانه وتعالى بين أهل الكفر وأهل الإيمان، يعوض الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بعد صبرهم فيلزمهم كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله. ثم وصفت بأنه سيقاتل يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هنا لا تدل عليهم بالضبط وإنما هي رمز لقوم مفسدين، لأن بنص الأحاديث يأجوج ومأجوج لا تكون نهايتهم على يد أحد من البشر، حتى أن يأجوج ومأجوج سيصادف عهد عيسى عليه السلام ومع ذلك لن تكون نهايتهم على يده، وإنما يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم دودا من خلف رؤوسهم فيقتلهم. ولكن وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنهم قوم مفسدين. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يعني يأجوج ومأجوج رمز لقوم مفسدين يهلكهم الله سبحانه وتعالى بإذنه على يد المهدي. النقطة المهمة في الرؤيا أنه جنين كبير الحجم مكتمل الجسد، وقالت أنه ولد، نادت وقالت أنه قد ولد. هذه بشارة وعلامة أن المهدي قد ولد، ولكن الله أعلم الآن بعمره، كم عمره الآن ومتى يبعث، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. الجزء الخاص بالرؤيا وزوجها أنها لما نظرت لم تجده وكان حزين ويبكي لوفاة صديقه مدحت. هذا الجزء تعبيره ليس مستقبلي وإنما في هذا التوقيت، لأنها تقول ولد، هو ولد في هذا التوقيت وليس التعبير مستقبلي. ومدحت من المدح والثناء، وهذا وموت مدحت أي أن الزوج يتعرض لإساءة من البعض ويفقد شخص كان يعتمد عليه في أمور طيبة. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.